لو سمحت فين شركة رأفت سيونس بي ام بتاعت الجملة؟ هو ده أول فرع من الفروع. ده فرع واحد بس من الفروع. تمام ممكن تروح هناك ويوصل حضرتك الفروع التانية واحدة. خلاص شكرا. لو سمحت دي شركة رأفت سيونس بتاع الجملة؟ اتفضلي يا فندم. ده حضرتك سنتر اوكي اسمه رأفت تمام صيام، انما شركة رأفت صيام جوه في الداخل. لو حضرتك عايزة تروح هوديك. خلاص اوكي تمام. دلوقتي هاخدكم وهنروح الفرع الرئيسي في سوق الخواجات بتاع شركة رأفت سيونس بي ام للجملة. يلا. احنا دلوقتي خلاص وصلنا شركة رأفت سيونس 3 ام للجملة اللي موجودة في الخواجات. هوريكم دلوقتي بقى الأقسام قسم قسم بالظبط، فيلا بينا نشوف. احنا هنا دلوقتي في القسم بتاع الاطفال. طيب انا عايزه اقول لكم بقى ان كل حاجه انتم ممكن تكونوا بتدوروا عليها هتلاقوها موجوده هنا، فرايتي في الاسعار كتيره قوي بكل البراندات اللي ممكن تدوروا عليها. مثلا في الجزء بتاع هنا في الحاجات اللي هي بتاكل البيبي في الفتره الاولى، في العضادات اللي بتتمسك، في طقم عضادات برده كده ممكن يبقى لو حابين طقم كامل. في هنا كمان الشيالات بتاعه البيبي والحاجات البيبي اصلا بيقعد فيها في البيت. في كمان المفرش ده. هنبص بقى هنا كمان هنلاقي فيه جزء كبير قوي للسترولرز باكتر من براند، وهيكون فيها فرايتي كبيره قوي للاسعار على اساس ان كل واحد هيجي يلاقي السعر المناسب ليه. في كمان الحاجات اللي زي هنا اللي احنا بنقعد فيها البيبيز كلهم برضو في البيت. اي حاجه انتوا شايفينها هنا بتبقى براند اوريجينال، مفيش عندهم اي حاجه خالص موجوده الكوبي. وموجود هنا برضو اكسسوارز ثانيه زي الموبايلات بتاعه الاطفال، العاب تنميه مهارات، في زي مثلا الهزازه دي كده. فكل حاجة موجودة هنا بفرايتي وكل البراندات في أي حاجة من عمر يوم لغاية عمر 24 شهر هتلاقوها موجودة في القسم ده. أي حاجة هتحتاجوها. لو أنت بقى صاحب محل أو بتبيع حتى أونلاين فأنت ممكن تيجي تاخد هنا كل حاجة أنت عايزها بسعر الجملة، لأن هم أصلا في الأساس شركة للجملة، فهم أي حاجة موجودة هنا تقدروا تاخدوهم بسعر جملتها وتقدروا تفرشوا محلكم كله بيها عادي جدا. موجود كمان قسم هنا عناية بالبيبي في أكتر من نوع، في مثلا براند زي ده وفي براند زي براند شيكو. في طبعا اللون البينك واللون البلو على حسب انتوا عندكم بيبي بوي ولا بيبي جيرل يعني. في هنا كمان اكتر من نوع طبق للاكل. في كمان ده اللي هو الطبق اللي بيمنع الاكل انه يقع من البيبي، وفي اكتر من شكل منه. وفي كمان الشكل ده بلس ان في كمان الجزء ده موجود فيه السكاته الببرونات، موجود منها كمان الازاز علشان لو هتحطوا للبيبي يعني حاجه سخنه ما يكونش فيها اي مشكله خالص. ده جزء بقى تاني خاص بالام وبالبيبي كمان. هنا كل البورتات اللي ممكن الطفل يعني الام تكون محتاجاها للطفل. وهنيجي هنا كمان بقى هنلاقي ان كل دي الشنط اللي الام هتكون محتاجاها وهي خارجه. في منها الشنط اللي زي كده اللي هي ممكن تبقى باك وكروس، وفي كمان الشنط اللي زي دي هي شنطه باك وبيكون فيها كل مستلزمات البيبي لو الام خارجه رايحه مكان يعني، فدي برده تكون مريحه قوي في الاستخدام. ده بقى جزء تاني من الاكسسوارز اللي انتم ممكن تكونوا محتاجينها للاطفال زي الكابات مثلا. بصوا كمان في البافتات والفوط بتاعه القش. في كمان حاجه زي اللفات بتاعه الاستحمام. في كمان البافتات اللي هي بتستخدم للطعام بقى باكتر من شكل هتلاقوها موجوده هنا. بلس ان في كمان الحاجات بتاعه الاستحمام دي. في حاجه لذيذه قوي هنا ان اي ترند موجود على السوشيال ميديا يخص البيبيهات هتلاقوه كله موجود في الجزء ده. مش كده وبس، في كمان بطانيات بيكون ده شكلها يعني ينفع تاخدوها لو في مامي مثلا صاحبتكم هتولد، لان ده بيكون شكلها كيوت قوي. وده بيكون شكلها وهي مفروده. طبعا لو يعني لو بيبي بوي تاخدوا طبعا البيبي بلو، لو بيبي جيرل تاخدوا البينك على حسب ما انتوا عايزين. فكل ده موجود هنا. هنا بقى القسم بتاع كل هدوم البيبي اللي انتوا ممكن تكونوا محتاجينها، من اول الطقم بتاع المستشفى لغايه كل النيو بورن موجود. لو عايزين مثلا اطقم بناتي زي كده، وطبعا في برضو اطقم اولادي في سلوبتات زي كده، وفي السلوبتات الكامله كمان اللي هي زي كده موجوده. في فرايتي كبيره جدا جدا من الاشكال على حسب كل ذوق حد بقى هو محتاج ايه بالظبط. في كمان حاجات زي كده. فاي حاجه في النيو بورن سواء بيتي او خروج هتلاقوها في السكشن ده كله هنا في شركه رأفت صيام. هنا كمان بقى موجود حاجه لذيذه قوي، وده الطقم بتاع البيبي اللي بيطبع عليه الكلام في المستشفى. فده مثلا عندكم الطقم اللي هو 6 قطع، وفي منه الطقم ال3 قطع على حسب انتوا محتاجين ايه وتقدروا تاخدوه. هنا بقى البدايه بتاعتنا في قسم الاطفالي خروجي وبيت. في موجود ولادي وفي موجود بنات. كل حاجه انتوا محتاجينها من عمر 2 لعمر 18 سنه موجوده. هبدا افرجكم دلوقتي على الحاجات حاجه في حاجه. فلو في حد عايز مثلا يجيب يفرش مثلا المحل بتاعه للجمله موجود هنا. عايزه اقول لكم ان في كوليكشن حلو قوي للخروج زي الجواكت اللي هي الووتر بروف دي مثلا.